كل جمهور الاهلي امبارح كان مبسوط جدا ان هو احمد سيد زيزو ما كسبش احسن لاعب في افريقيا. طب ما هو شيء طبيعي، انت لعيب عندك في فرقه منافسه، فانت بتشجع الفرقه بتاعتك، فانت بتحفل على اللعيب المنافس، فانت مبسوط ان هو ما خدش احسن لاعب في افريقيا. لو جيت للحقيقه وجيت سالت واحد معلش بيشجع كوره، او واحد ماشي في الشارع، وقلت له انت تختار مين احسن لاعب في افريقيا بارقامه ببطولاته، هيقول لك احمد سيد زيزو. لو جيت سالتني انا وانا راجل اهلاوي هقول لك احمد سيد زيزو. لو جيت سالت اي حد هيقول لك احمد سيد زيزو. سيد زيزو امبارح كان يستحق احسن لاعب في افريقيا. لو مش هو كان هيبقى حسين الشحات. وانا ضد ان حارس مرمى ياخد احسن حارس واحسن لاعب، وضد ان مدافع ياخد احسن لاعب اصلا في افريقيا المحليين، وضد ان واحد خط وسط زي ما رودري عملها ياخد احسن لاعب في العالم. سيبك من الكلام ده كله، انت عايز واحد بيلعب راس حربة، بيلعب مهاجم، او بيلعب خط وسط ياخد احسن لاعب. طبعا خط وسط مهاجم ياخد احسن لاعب في افريقيا او احسن لاعب في العالم. عموما انت ما تعرفش هم بيقيموا او بيختاروا ازاي، بناء عليه ان هم يختاروا احسن لاعب واحسن حارس، لان انت احسن لاعب واحسن حارس مصطفى شوبير اتظلم فيها. حتى لان مصطفى شوبير خد بطولة افريقيا، وطبعا عمل لعب 9 مباريات ما دخلش فيه تقريبا الهدف، او ما دخلش فيه اهداف خالص، وكان عمل مباريات كبيرة جدا، وكان سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى في ان الاهلي يحقق بطولة افريقيا. عايز اقول لك ان بطولة افريقيا، سواء دوري ابطال افريقيا اللي الناس اتكلمت عليها ان هي اللي بتاخد احسن لاعب، ما هم ما خدوش مصطفى شوبير. طب هم بياخدوا من الكونفدراليه والسوبر، هم ما خدوش احمد سيد زيزو. طب انت بتبني اختياراتك عن ايه؟ هل بتبني اختياراتك ان الراجل ده محقق ارقام، ولا بتبني اختياراتك ان ويليامز من جنوب افريقيا ومن سان داونز اللي كان رئيسه متسبي اللي هو رئيس الكاف حاليا انت بتختار بناء عليه؟ انا مش فاهم. عموما انا زعلان ان احمد سيد زيزو ما خدهاش، يعني سيبك ان انت تحفل او ما تحفلش، كلاعب كرة قدم احمد سيد زيزو كان ياخدها، او حسين الشحات ايا كان. فدي واجهة مشرفة. هتقول لي هم هيحفلوا وهيعملوا، طب ما هو شيء طبيعي، هو لاعب في نادي الزمالك، فانت تحترم زي ما انت بتحب كيان النادي الاهلي وبتحترم النادي الاهلي وبتحب لعيبتك. برضه هم حقهم ان هم يشجعوا احمد سيد زيزو ويحتفلوا بيه. واحمد سيد زيزو يستاهل، لانه على مدار 5 سنوات كان هو اساسي، كان هو محافظ على مستواه لدرجه حتى لو هنقول 60 70%. الوحيد اللي بيلعب في الزمالك، الوحيد اللي محافظ على مستواه في الدوري المصري على مدار 5 6 سنين. فانا كنت اتمنى ان احمد سيد زيزو يكلل مجهوده حتى مع الزمالك وفي افريقيا ان هو ياخد احسن لاعب في افريقيا. كان معاكم محمود الجندي، ما تنساش اللايك والمتابعه، وبشكركم.